الفيديو ده زعل ناس كتير قوي مني، احنا كان بيتنصب علينا يا جماعه. انا طلعتكم، انا عايزه اوضح حاجتين، حاجه لينا كمستهلكين وحاجه اللي بيبيعوا الخامات. اول حاجه احنا كمستهلكين لو هتشتري حاجات كتير زي ستنسل واخشاب وورق مطبوع وترانسفير حراري، يبقى احسن لك تجيبي من حد واحد بيبيع كل الخامات علشان توفري شحن وتريحي دي. وتاني حاجه اللي بيبيعوا الخامات، عايزه اوضح لكم حاجتين، ان احنا بندفع دم قلبنا في الخامات وبنبيع منتج و10، لا حقنا ان احنا نوفر شويه في الخامات علشان لو الحاجه ما اتباعتش يبقى ما خسرناش جامد. ان انتوا رزقكم هيجي لكم مهما حصل، ولو كنتوا في المريخ برضه هيوصل لكم، دي لازم حاجه تتاكدوا منها. وانتوا بتتعبوا فبتاخدوا مقابل تعبكم، ودي حاجه تقديريه، انتوا بتقدروا تعبكم وغلاء المعيشه بشكل معين، ده من حقكم جدا. بس احنا برضه من حقنا نعرف المكان ونشوف نختار هنريح دماغنا ونبعت لمكان واحد نجيب كل حاجه، ولا نتعب احنا شويه بحيث ان احنا نوفر. واتمنى اكون محدش زعل مني. قولي لي في الكومنت هم اليوم حق يزعلوا فعلا مني ويعملوا لي بلوك ولا لا. سلام عليكم.